إضافة إلى كروية حتى أخلاقيا ومعنويا، لأنه فما لقطتين نحب نحكي عليهم، لقطتين خليك تتعاطف بالسيف وتقول المغرب فعلا هذا الفريق يتحب. اللقطة الأولانية وقت اللي دخلوا اللاعبين للميدان وكانت أمطار استثنائية في الدوحة. الأمطار تجي مرة في الفيل، معناها الترتيبي بتقول أي الماتش معناها الأمطار في الدوحة تجي مرة في الفيل. وقت اللي دخلوا أمطار غزيرة معهم الوليدات الصغار الملاعبية نتاع المغرب الكل نحاول فوقانية نتاع الشرفتمون وغطوا بها الوليدات الصغار. معناها اللقطة هذه حلوة برشا، عملت تقريبا حتى الناس اللي تفهم شوية وكذا قالوا والله لقطة المقابلة. هذه النقطة الأولى محلاهم الملاعبية المغرب. اللقطة الثانية اللي خلتني نزيد نحب المغرب هو لحظة التتويج. لحظة التتويج وقت اللي الفريق الأردني طالع والمدرب المغربي المتربي ياسر المتخلق ياسر حب يصافح اللاعبين متاع الأردن وما طالعين باش ياخذوا الميداليات، يمد يده للأول للثاني للثالث وما يمدوش يديهم. فبطبيعة الحال نقول محلاك يا مغرب سكتيوي فالعملية هذه، محلاك يا مدرب المغرب ملاعبية المغرب. معناها الفريق هذايا كان فريق اخر المغرب راهو يوريك لي جينيراسيون تاع المغرب U17 U20 U23 الفريق الرديف البي كله حاضر كله حاضر. معناها سامحني مع الملاعب اللي موجودة في المغرب مع المغرب باش ينظم كأس العالم. المغرب في عالم اخر. انا خليني نقول المغرب في كوكب وبقية الفرق العربية خلينا نقعد في العربي في كوكب اخر.